بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى احنا جايين بالصينية السوبر توفير، حتة صينية في منتهى الجمال، طعم وريحة وجمال. تعمليها في أي وقت، لازم لما تعمليها هتعتمديها. جربي الوصفة دي معايا وشوفي بقى احنا هنعمل ايه النهاردة. الوصفة دي اقتصادية جدا. انا عاملاها بكيلو من الاجنحه. انت عايزه تعمليها بدبابيس ماشي زي ما انت عايزه، بس انا عامله وصفه هنا اقتصاديه في منتهى الجمال. كان عندي بطاطستين قطعتهم بالسمك ده كده. هي دي بس المكونات اللي عندي، بطاطس والاجنحه، ومعايا هنا 3 بصلات متقطعين طرنشات رفيعه جدا. خلاص، يعني حاولي ترفعي الحلقات بتاعت البصل. معايا فلفلايه الوان زي ما انتوا شايفين كده متقطعه. واهم حاجه معايا بقى التوابل بتاعت الوصفه. اولا هي التوابل هنا مش كتيره خالص، عباره عن فلفل وملح، نص معلقه من الحبهان المطحون، انا بطحنه على طول ما بستعملوش سليم. ومعايا هنا نص معلقه من السبع بهارات، يعني او معلقه الا ربع من السبع بهارات. ومعايا حته صغيره قوي جوز الطيب هبشرها على الوصفه، حته صغيره خالص من البلحه بتاعت جوز الطيب، خدي حته صغيره خالص. ومعايا 4 5 ورقات من ورق اللورا. هنا معايا معلقه محمله صغيره من السكر، معلقه محمله صغيره من السكر. ادي كل المكونات بتاعه الوصفه اللي موجوده عندي، موجوده قدامكم اهيك. مكونات بسيطه جدا مش هتكلفك اي حاجه. تعالي بقى واحده واحده كده نشوف هنعمل ايه. اولا عندي الاجنحه طبعا مغسوله وزي الفل، وانا غسلاها بالملح والسكر والليمون ومخلياها زي الفل. عندي هنا بتبلها بملح وفلفل والسبع بهارات، بحط شوية حبهان صغيرين قوي، وبخلي بقية التوابل للوصفة لما اعمل بقية الوصفة بعد كده. بتبل بقى الاجنحة دي كويس جدا جوه بعضها كده، وبحطها في التلاجة مش اقل من ساعتين. ويا ريت يا جماعة اي حاجة بتتبل تخلوها من بالليل للصبح، يعني تبقي عاملة حسابك ان دي تتبل من بالليل للصبح، يكون احسن، بتشرب الطعم اكتر وبتكون افضل والتست بتاعها احلى. بعد كده بجيب حلة على النار او طاسة، بعمل فيها بقى الوصفة بتاعتنا. هنحط شوية زيت بقى محترمين كده مع بعض، وجواهم معلقة السكر اللي احنا قلنا عليها. يبقى عندنا هنا شوية الزيت ومعلقة السكر متولعة عليها النار. بنزل بقى بالبصل ده علشان اكرمله. السكر هيساعد على كرملة البصل وهيدي تست كده مسكر خفيف، لان احنا مش حاطين سكر كتير، هي معلقة صغيرة بس مع ال3 بصلات. هكرمل بقى البصل ده، وخلي بالك منه على النار كويس، واحدة واحدة كده على نار متوسطة عشان يديكي لون حلو ما يتحرقش منك، وتبقى الكرملة بتاعته كويسة. هو بدأ كده ياخد اللون اللي احنا عايزينه. واحدة واحدة كده انا بوريكم الخطوات هتمر ازاي. لسه عايز شوية كرملة كمان. اهو كده وصل معايا للنتيجة اللي انا عايزاها. شايفين البصل دبل واتكرمل. هنا بقى اهم خطوة، بنزل بالتوابل بتاعتي. اجمل حاجة في اي اكلة او في اي وصفة انك تنزلي بالبهارات والتوابل على المادة الدهنية، يعني الريحة بتتضاعف وجمالها بيبان في الاكل وبتبقى زي العسل. هتكسبي ريحة وطعم وتست عالي. خلاص كده حطيت التوابل، وبعدين رحت حاطه الفلفل الالوان بتاعنا. هقلبه تقلبتين ياخد من طعم البصل، وبعدين هبشر بقى الحته الصغيره بتاعت جوز الطيب اللي قلنا عليها على الوصفه دي عشان ريحتها تبقى باينه. جوز الطيب دي النهارده هي البطل بتاع الصينيه، هي سر الوصفه، مديه طعم رائع. بنزل بقى بعد كده بالبطاطس، بسيبها بتاع حوالي 10 دقايق تاخد وتدي مع الخلطة الجميلة بتاعت البصل المكرمل والفلفل ده والتوابل، ونسيبها بقى كده تتشرب شوية من الكلام ده كله، يعني حوالي مثلا 10 دقايق. بتفرق الخطوة دي جدا، البطاطس طبعا بتختلف خالص، بتشرب من التتبيلة دي.
شايفين معايا بقى الخطوات اهي سهلة وجميلة، والمكونات في منتهى الجمال والبساطة، موجودة في اي بيت وفي اي وقت هتقومي تعمليها زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده خلصت. معايا صينية بحط فيها الخليط بتاعي بالراحة كده، شايفين لونه وجماله، الريحة بقى زي الفل ومالية البيت بقى وايه، مسمعة الجيران كمان. خلاص بجيب بقى الأجنحة اللي أنا متبلاها عندي وبحطها برصها في الصينية بتاعتي، برصها في الصينية بتاعتي كده زي ما احنا شايفين. خلاص ببتدي بقى اخد من الصوص بتاع البصل المكرمل ده واحطه على الأجنحة كده، اتبله بيها، بمعنى اصح اتبلها بيه علشان تاخد من الطعم واللون لما تدخل الفرن. يستحسن تكوني مسخنة الفرن قبلها، لان هي بتعوز فرن سخن شوية عشان الحاجة دي كلها تستوي، وما بتاخدش وقت، بتستوي على طول. خلاص كده لونت الأجنحة بالخلطة بتاعتي الجميلة. فاضل خطوة واحدة بس، وبعد كده هنحط الصينية العظمة بتاعتنا دي في الفرن. ايه هي بقى الخطوة دي؟ معايا هنا كوباية من المية، بحط فيها معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وبنزل على الصينية بتاعتي. اولا المية هتسويلي الحاجات اللي في الصينية كلها، سيان البطاطس او الاجنحة. ثانيا الصلصة هتدعم لي الطعم واللون بتاع الصينية بتاعتي. هتاكلي صينية النهاردة بجد حصري عند ماما بطة بصراحة، يعني اعمليها وادعيلي دعوة حلوة بظهر الغيب، وصينية اقتصادية ومش هتكلفنا اي حاجة. هنحطها بقى في الفرن ونشوف النتيجة بقى الجبارة اللي هتطلع لنا من الصينية دي. وقولولي في الكومنتات لما تعملوها وتدوقوها وقولولي ايه رأيكم. خلاص كده الصينية خدت معايا بالظبط في الفرن ساعة على بال كل الحاجات اللي في الصينية ما استوت. يعني حاجة بقى تحفة والله العظيم يا جماعة، الريحة روعة. لايكات بقى وشير وسبسكرايب البيت ماما بطة النهاردة، بجد هدية مني ليكوا على الصينية دي. يعني حاجة تحفة واقتصادية وفي منتهى الجمال، وهتأكل البيت كله. حلوة جدا ورامية كتير ما شاء الله. خلاص تعالوا بقى نشوف الكلام بتاعنا وصل لإيه كده. ادي الأجنحة وادي البطاطس، شايفين جمال الصوص لونه عامل ازاي، والبصل المكرمل جميل، البطاطس بتدوب كده زي الزبدة. ومعايا هنا الأجنحة، طبعا اللحم استوى وزي الفل، لحم الأجنحة استوى وزي الفل. تحياتي ليكوا، وادوني بقى لايكات كتير النهارده.